تعالى كده نقرا مع بعض المقاله دي كده بتقول ايه. خايف تعلم طفلك انجليزي عشان فاكر ان هو هيتشتت؟ خد مفاجاه، العكس هو اللي هيحصل. ده اصلا بقى ابنك هيبقى اذكى في التركيز وكمان في حل المشاكل، وهيقدر يتحكم اكتر في ردود افعاله، ودي مش جدعنه مني. المقاله اللي انا بقول لك عليها دي اللي لسه منشوره في سايكولوجي توداي هي اللي بتقول الكلام ده، مش انا خالص. كتبها واحد اسمه سام جولدستون، استاذ مساعد في كليه الطب في جامعه اسمها يورا، في دراسه سنه 2012. بيقول لك ان الطفل وهو بيكبر وبيتربى لو اتعلم لغتين هيبقى عنده مرونه عقليه احسن من غيره. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيعرف يركز احسن، وبيتنقل ما بين المهام بمنتهى السهوله، بيحل مشاكل اسرع، وبيتحكم في ردود افعاله بشكل احسن واذكى. وكمان في المقاله دي بيقول لك ان الطفل لو ما فضلش محتفظ بواحده من اللغتين بيفضل تاثيرها عنده في المخ لمده سنين. بس في نفس الوقت الارتكل بتنبه على جوده المحتوى اللي الطفل بيتعرض له وهو بيتعلم لغه جديده. يعني ما تكتفيش بس بالتلفزيون، محتاج يقرا ويلعب وكمان يدخل محادثات اكتر. شارك الفيديو ده لو انت مع فكره ان الطفل يتعلم لغتين من وهو صغير، واحب اسمع جدا رايك في الكومنتس.